سلام. بيبدأ الجزء الثاني صديقي باختصار شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده اخذ بعضه وراح قص الكلام ده على السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فاخبرته بذلك برضه. واول من امن من النساء هي زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وبعدها صديقه ابو بكر، وبعدها مولاه زيد، وبعدها ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن موقف سيدنا ابو بكر كان مختلف. ازاي؟ موقف سيدنا ابو بكر معاه انه وقف معاه وساعده في الدعوة، وآمن على يده الكثير من الناس، ومنهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام والكثير منهم. ولكن يا صديقي المفاجأة الكبرى اللي حصلت ما كانتش متوقعة، والمفاجأة الكبرى إن الدعوة ما كانتش سهلة على سيدنا النبي زي ما كان متوقع. ده ليه؟ بسبب عبادة الأصنام اللي كانت منتشرة في الوقت ده. الدعوة كان سرا فقط، فأخذ يدعو ويدعو، ولكن كان يؤمن به الضعفاء من القوم مش الأقوياء. ولكنه حينما ذهب إلى الغار مرة أخرى نزل عليه وحي من السماء: وأنذر عشيرتك الأقربين. معناها لازما يا محمد تجهر بالقول. هنا الله عز وجل بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلاص الدعوة لازم تبقى في العلن. ومن هنا بدأت الدعوة جهرا بالإسلام. وبرضه يا صديقي زي ما كانش سهل على سيدنا النبي أنه يدعي، ما كانش على أهل مكة برضه من السهل عليهم أنه يتقبلوا الدعوة الجديدة. ولكن هم كانوا عارفين ان النبي كان معروف بالصادق الامين، وراح ندى عليهم ووقف على جبل الصفا. لو قلت لكم في حد جاي من ورا الجبل ده هيغزوكم، هتصدقوني؟ قالوا له ايوه. ولما بدا يشرح لهم الدين الجديد كذبوه واستهزأوا به. وهنا كانت من مشكلاته ان القوم برضه مش بيصدقوه. ولكن فيما بعد هيآمن الاقوياء والاقوياء، ومنهم جبار الجاهليه عملاق الاسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من اول من اعلن اسلامه جهرا ولم يخاف من قريش، وقريش لم تجرؤ أن تقف ضده. ولكن نكمل مسيرتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا صديقي حدث ما حدث وجرى ما جرى. ولكن هذا العام كان عام الشؤم والبؤس الذي مات فيه عمه أبو طالب، وماتت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وسمي هذا العام بعام الحزن لموتهم الاثنين الأقرب إلى قلبه. تخيل صديقي تموت زوجتك ويموت عمك في نفس السنة. كان عام شديد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر ربنا انه يزيل منه الحزن ده. وهنا نبدأ قصة جديدة وجزء